أول رد فعل من أوسوريو على طرد محمود علاء أمام بيراميدز، وهذا بديله خلال المباراة القادمة. لكن في البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنقدمه من أخبار نادي الزمالك اليوم. تقارير واردة من داخل نادي الزمالك كشفت عن رد فعل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على طرد اللاعب محمود علاء لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز الأخيرة. المصدر من داخل الزمالك أكد أن أوسوريو أبدى حزنه لطرد محمود علاء وغيابه عن المباراة القادمة، خاصة وأنه كان يستعد لتثبيته أساسيا في خط دفاع الزمالك خلال المباريات القادمة. أما عن بديل اللاعب خلال مباراة المقاولين العرب القادمة في بطولة الدوري العام، فكشفت تقارير من داخل النادي أن أوسوريو بيجهز محمد عبد الغني من أجل هذا الدور، ومن المتوقع أن يكون بجوار محمد عبد الغني مصطفى الزناري والذي نال ثقة أوسوريو خلال الفترة الماضية، أو حسام عبد المجيد في حالة قرار إعادته لقائمة الزمالك خلال المباريات القادمة. يستكمل نادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة المقاولين العرب يوم الاثنين القادم في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام على استاد القاهرة الدولي.